عندها غازات كتير قوي في بطنها، وراحت لدكاتره بطن وجهاز هضمي، وكل الدكاتره عملوا لها سونار وعملوا لها اشعه وتحاليل، وكلهم لما كشفوا عليها قالوا لها انت سليمه وما فيكيش اي حاجه. لحظه ان كركبه البطن دي دايما بتحصل لما بتكون موجوده في مواقف اجتماعيه معينه او مواقف فيها قلق شديد جدا. فحد من الدكاتره قال لها طب ما تجربي ان انت تروحي جلسات علاج نفسي، ما يمكن يكون كل الاعراض اللي انت فيها دي بسببها القلق. معكم نهله عبد الباقي، اخصائيه نفسيه. في الوضع اللي زي ده اعراض اللي هي بتاعه كركبه البطن او قولون العصبي عموما دي بتكون عرض شائع عند اغلب مرضى القلق. في اللحظه دي لازم نوضح للعيان اهميه تمارين الاسترخاء، بالذات تمارين الاسترخاء العضلي، وكمان معاهم الاسترخاء بالتنفس. التمارين دي هتكون مهمه جدا، انها هتساعدك انك هتخرج كل الغازات اللي موجوده دي نقطه. والنقطه الثانيه انها هتساعدك ان جسمك يكون هادي، مش كل ما اتعرض لموقف مقلق او لموقف فيه تفاعل اجتماعي ابص الاقي نفسي عندي الاعراض دي على طول. كل ما انا اعمل التمارين ديت وبالاندماج كمان مع كل المهارات العلاجيه هلاقي بالتدريج الاعراض دي بدات ان هي تقل، وكمان معاهم اعراض الغازات وكركبه البطن والقولون العصبي بالتدريج هتبدا ان هي كمان تقل. ولو عاوز تحجز جلسه علاج نفسي اونلاين هتلاقوا لينك الحجز موجود في البروفايل اللي موجود تحت اسمي بالظبط.